حكي باستعادة مزارع شبعة، ما حدا منهم حكي بأنه إسرائيل لها أطماع في لبنان، ولبنان يجب أن يكون محصن ووحدته الوطنية قوية في وجه أطماع إسرائيل. نعم. للأسف الشديد غائب موضوع الأرض المحتلة في لبنان عن برامج كل المرشحين المعلنين وغير المعلنين. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه بتشعر بقلة مسؤولية، لأنه المجلس النيابي الموجود الحالي أنا بعرف أنه في قوة بداخله تمثل قطاعات شعبية، لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. إنما في نفس الوقت لا أستطيع أن أقول أن معظم النواب يمثلون بالأصالة قواعد شعبية حقيقية. ليش؟ لأنه أولا قانون الانتخابات على أساس القضاء اللي أقر في اتفاق الدوحة المشؤوم، هذا القانون غير دستوري، لأن الدستور ينص على أن يكون قانون الانتخابات على أساس المحافظة، لأن فيها تنوع طائفي ومذهبي. نعم. فإذا أنت أقمت مجلس نيابي بالتناقض مع الدستور. الناحية الثانية معروف أنه لا رقابة في لبنان على المرشحين ليدفعوا مال قارون وبعض مال شارون من أجل الوصول إلى أكبر عدد في مجلس النواب أو أكبر الكتل في مجلس النواب. يعني لما صحيفة أمريكية بمستوى نيويورك تايمز بتقول حط حزب المستقبل $1,000,000 مثلا على الانتخابات، وحطوا الآخرين لا ننكر ذلك. نعم. طب قد ايه بيكون كلفت الانتخابات؟ أي تمثيل أصيل للشعب اللبناني حينما يكون الصرف على الانتخابات بهذا المستوى؟ مخالفة للدستور وتشريع للمال من غير حدود. كيف بده يكون في تكافؤ بين المرشحين؟ واحد بده يترشح معه مثلا خليني اقول $50,000، واحد تاني معه $5,000,000. وين التكافؤ بين المرشحين؟ يعني الانتخابات لما بتكلف ملايين الدولارات، معنى ذلك حصر النيابة بطبقة اجتماعية اللي هي غاية في الثراء. وين صارت الطبقات المتوسطة وما دون والطبقات الفقيرة؟ وأنا أتكلم عن الجميع، لأنه أي واحد بده يترشح على الانتخابات بأي لون سياسي بده يدفع مبالغ هائلة ما بيستطيع يدفعها المرشح من الطبقة المتوسطة أو الطبقة الفقيرة. فمشان هيك عم يجينا نواب يمثلون طبقة عليا في المجتمع، أقرب إلى الرأسمالية الوحشية منها إلى نظام الاقتصاد الحر. حتى على كل الأحوال أستاذ كمال، هيدي الصيغة يلي بأحد أسباب الأزمة العميقة اللي نحن عم نعيشها اليوم. سنناقش تفصيليا الاستحقاق الرئاسي وتبعاته، ولكن بعد أن أستأذنك وأستأذن المشاهدين بفاصل قصير ثم نتابع المشهد اللبناني. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأجدد أيضا الترحيب بضيفي في الاستوديو الأستاذ كمال شتيلة رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني. ولكن أذكر قبل أن نتابع الحوار بأن هذه الحلقة تبث أيضا بالتزامن مع قناة الثبات عبر أثير إذاعة صوت بيروت ولبنان الواحد على الموجة 96.5 FM. أستاذ كمال، كنا تحدثنا قبل الفاصل، دخلنا عمليا في الشق المتعلق بالاستحقاق الرئاسي. نحن في واقع الآن من الناحية الفعلية ندخل يعني بعد ساعات في شغور رئاسي. سيغادر رئيس الجمهورية، وهناك يعني خطوات ربما تتبع ذلك فيها تهديد لتعطيل باقي المؤسسات كمجلسي الوزراء والنواب. يعني كيف ترى المشهد من زاويتك في حال أقدم من يهددون على هذه الخطوات؟ وهل فعلا الاستحقاق الرئاسي هو محصور في الشأن المحلي، أم أن هناك تقاطعات إقليمية ودولية لكي يعني يتم هذا الملف أو هذا الاستحقاق أو نتجاوزه؟ لا طبعا في مداخلات دولية دائما وإقليمية دولية
في انتخابات رئاسة الجمهورية، يعني معروفة من فترة طويلة هذه المداخلات. نحن منا بلبنان أحرار، خاصة ونحن تحت وصاية دولية منذ القرار 1559 الصادر عام 2005. فنحن تحت وصاية دولية عم تنساها الناس. وهذا بيأكد أكثر وأكثر أن استحقاقاتنا السياسية واقتصادنا وحتى قضائنا عمليا تحت إشراف دولي. لذلك انتخابات الرئاسة لا تخرج عن هذا السياق. نعم. فموضوع أنه والله النواب ما اتفقوا أو اتفقوا، أنا بعتبره هذه مسألة طبيعية. لأنه شوف اللي عمل، يعني كانت في ثغرة باتفاق الطائف الدستور الحالي، هو أنه مجلس النواب ينتخب رئيس الجمهورية. هو طيب ما دام انتم عم تقولوا امنا الحنون فرنسا وابونا الحنون امريكا والمانيا والدول الاوروبيه عموما اغلبها ينتخب الرئيس الجمهوريه من الشعب. نعم. مع مصر، مع سوريا، مع الجزائر، مع اليمن، مع دول، اغلب الدول، فنزويلا، البرازيل، ينتخب الرئيس من الشعب. يعني ليش ما بينتخب بلبنان الرئيس من الشعب؟ لو كان عندنا هالتعديل الدستوري، يعني بلبنان انعمل تعديل دستوري عدة مرات على الدستور فيما يتعلق من باستحقاق أجل الرئاسة، إما التمديد لرئاسة رئيس أو التجديد لرئيس، من أيام الرئيس الياس الهراوي. يعني كان بعده اتفاق الطائف طازة وبدأوا بالتعديلات الدستورية. هلأ بدل المشاكل والتهديدات المتبادلة، خلي يطلع 10 نواب ويطالبوا بتعديل دستوري ينتخبوا، يعني يصوت عليه الأغلبية بانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب. نرتاح من هالهم، ما بيعود المصير البلد كله معلق ب 120 نائب أكثر من نصهم مشكوك بتمثيلهم كنواب نعم، عن الشعب. ولكن في هذا السياق سيد كمال ربما قائل يقول أن هذا الأمر ربما يهدد التوازنات الطائفية الموجودة في لا، البلد. ما أنا ما هو نحن شو بنقول؟ لا، نحن عقدنا مؤتمر وطني لبحث انتخابات رئاسة الجمهورية في 8 أيار الماضي. نعم. لسه ماضي عليه أيام، من شخصيات وطنية ومؤسسات أهلية من كل الطوائف ومن كل المناطق والمحافظات. قرروا بشبه إجماع انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب، واعتماد النسبية كنظام انتخابي يساوي بين الناس في اختيار النواب على الصعيد النيابي. نعم. طيب، هون يعني انت عم تقول انه ربما البعض يقول أن هذا الأمر قد يمس في التوازنات الطائفية. لا، نحن ما قربنا على الدستور ببقية المواد. يعني بمعنى التعديل فقط يكون على أنه آلية الانتخاب بدل فقط. ينتخب النواب رئيس الجمهورية، ينتخب الشعب رئيس الجمهورية. وعمل التعديل الدستوري في هذا المؤتمر الذي أذعناه الدكتور محمد المجذوب رئيس المجلس الدستوري اللبناني سابقا. تعديل من مادة واحدة. ما طالبنا لا بتقليص صلاحية رئيس جمهورية ولا بتوسيع صلاحية رئيس جمهورية، وعدم المساس بدستور الطائف كله، لأنه أصلا نحن نطالب بتطبيق الطائف الذي لم يطبق منذ 89 إلى يومنا هذا يوم صدوره. نعم. فليش لحتى يزعل حدا بيبقى الرئيس ماروني وينتخب من الشعب؟ هيدي بتعمل توازن، بالعكس هي اللي بتعمل توازن كبير، وبتمكن الشعب أن يختار رؤساء ينزلوا بحرية ويقدموا برامجهم للشعب السياسية والاقتصادية والإصلاحية، حتى الشعب يختار الرئيس اللي هو بلاقيه مناسب بالأغلبية. هيدا الحل. هلا كلهم عم يبحثوا أن هذا المخرج، كلهم عم يبحثوا والله انه في ازمه. طب شو الازمه؟ حل الازمه عمول الانتخاب بالشعب، هيك بتنحل الازمه. بدي يضل ناطر كتله عون وكتله الكتائب كتله القوات وكتله غيرهم ليتفقوا او ما يتفقوا ليودوا البلد بفراغ دستوري والحل امامنا موجود؟
يعملوا تعديل دستوري لانتخاب الرئيس من الشعب، نخلص. بتمكن هذه فيها ثقة بالرأي العام، بس لأنه الطبقة السياسية الحاكمة نعم. ما عندها ثقة بالرأي العام، ما عندها ثقة بالشعب، دايري ظهرها الشعب من زمان. هل معقول تروح الحكومة السابقة أو اللي قبلها ما في حكومة بتقدم جردة حساب للرأي العام شو عملت وشو أنجزت وشو ما أنجزت وشو مصير بيانها الوزاري؟ منتهى الاستهتار للرأي العام. مشان هيك الشعب عم يحس حاله هو برات الموضوع. مهمتنا صارت نتفرج على الشاشات وعم يتباروا مرشحين وجماعات المرشحين بدون ما يكون له حق للمواطن انه يشارك في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، وهذا بلده وجمهوريته ووطنه. طب هذا المشروع أستاذ كمال هل عرض على مرجعيات، يعني إذا أردنا الدخول في تفصيل أكثر، مرجعيات تعتبر نفسها معنية مباشرة يعني كالبطركية المارونية أو غيرها من الأطراف؟ نحن قابلنا الحقيقة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وكان من حيث المبدأ موافق، وتشكلت لجنة من اللقاء الوطني حتى تزور رؤساء الكتل النيابية ثم تستكمل اتصالاتها مع المراجع الدينية. ما بعرف إذا بيلحقوا لأنه الوقت تقريبا يعني ضاغط عمليا، لكن انك بتقول لي هلا في فراغ خطير. طبعا في فراغ، لازم تكون معبيه الكرسي برئيس جمهوريه، هيدا بيتمناه كل لبناني لانه بيساعد على الاستقرار. نعم. اما انه ما بتخرب الدنيا اذا كان جمعتين وثلاثه وشهر انتظرنا، لانه الدستور يسمح للحكومه بتسيير اعمال البلد والدوله. ما في فراغ على الصعيد الدولي يعني. هلا نحن بنتمنى يكون في رئيس، بس اذا ما في رئيس ما بننتحر، ما نصدع البلد، ما بتخرب الدنيا يعني. منا هالكارثه الكبرى اذا تاخرنا شهر شهرين لحد ما يوصلوا للوفاق، اذا كانوا استبعدوا موضوع انتخاب الرئيس من الشعب. نعم. اما التهديد اللي عم تقول لي عنه، في مين عم يهدد؟ بتعطيل مجلس الوزراء ومجلس النواب أيضا. لا يعني هناك جلسة محددة في 27 من هذا الشهر تتعلق بمطالب أكبر شريحة وقطاع من الشعب اللبناني لها علاقة في سلسلة الرتب والرواتب، ومؤجلة ومؤجلة ومؤجلة. وهناك من يهدد أنه عندما يدخل البلد في الشغور بعد 25 لن يشارك في جلسات المجلس النيابي، وبالتالي هناك حقوق مواطنين يعني مهددة أيضا في المقابل.